الفيلم ديالنا تيبدا مع واحد البنت اللي قنبوله مع واحد الدكتوره نفسانيه، وهاد البنت كانت في واحد الحاله اللي خايبه، وهاد الشيء السبب ديالو واحد التاجر ديال البنات اللي كان كيجيب البنات عنده لواحد الدار وتيبيعهم الرجال. المهم اليس فاش جات الهلوسه عند الدكتوره عطاتها واحد الكينه باش انها تهدنها، ووصاتها قالت لها شوفي الا جاتك هاد الهلوسه شربي هاد الكينه باش انك تهدني شويه. وملي مشات من عند الدكتوره غتمشي للدار ديالها اللي كارياها، وهنا غادي يطلع عليها مول الدار اللي كاريه عنده وغادي يبغي يلعب معاها الرياضه. وانتم راكم عارفين الرياضه اللي كنهضر عليها اللي بلا جمهور. وهي بقات تطلب فيه، قالت لي غنعطيك فلوس للكرا، ولكن هو قال لها شوفي انا ما عندي ما ندير بالكرا، انا باغيك نتيا. واليس فاش غادي يقضي معاها الغرض السيد غادي تلقى واحد الجوالي فيه واحد السيد بانه كتب ليه واحد الدار في سميتها وغادي تهنى من هاد الكرا، ولكن ضروري خاص الفلوس باش انها تخلص المحامي باش انه يعطيها السارود ديال الدار. وهنا غادي يطلع عليها واحد الفكره انها تبيع الدم ديالها، وداك الشيء اللي غادي دير من بعد غادي تمشي عند المحامي وغادي يعطيها الساروت. وفاش غادي تمشي للدار غادي تلقى واحد اللحم موجود وغادي تاكل منه. من بعد غادي تبقى تسارى في البيت وغادي تدخل لواحد البيت غتلقى الصور ديالها معلقين في واحد البلاصه، وهنا ما غادي تفهم حتى حاجه. وغادي تلقى واحد السيدي وغادي تخدمو، وهنا غادي تشوف بان التاجر كيهضر في واحد الفيديو وبحال تيهضر معاها وقال لها بانني انا راه توفيت وانت الوحيده من البنات اللي كانوا خدامين عندي، انت بوحدك اللي هربتي، وهذا الشيء علاش هديتك الدار هادي. وقال لي انا واخا ميت في القبر ديالي ولكن غادي نعذب. وهو يقول لها شوفي ديك الماكله اللي كليتي راه درت فيها واحد الماده ديال الهلوسه. وهنا غادي يطفي الفيديو وغادي تمشي للبيت باش انها تنعس، ولكن غتلقى واحد الصوره تتخلع. انا اللي كنهضر دابا راني مخلوع من هذيك الصوره. في الصباح فاش غادي تفيق غادي تبدا تفطر وغتحس براسها بانها تاكل شي حاجه ماشي هي هذيك، وهذا الشيء غير بسبب الهلوسه اللي جات عاوتاني. والنهار كامل كل مره غتبقى تخيل شي حاجه جديده وغادي ما تبقى تبغي تاكل حتى حاجه حتى غادي تنفذ لها الطاقه ديالها. وهنا غادي تجي السخفه وغادي تطيح في الارض. وفاش غادي تفيق غادي تشوف شي واحد انه كيتمشى في الدار، وهنا غادي تتبعو وغادي يكون في يديها سلاح. من بعد غادي ترجع وغادي تخدم التلفاز وتفرج في داك الفيديو ديال داك السيد اللي هو التاجر، وغادي يقول لها شوفي الا بغيتي تفكي من هاد المشاكل ومن هاد الهلوسه غادي تمشي للبيت الفوقاني، وغادي تجي عاوتاني السخفه وغادي تطيح. وهنا غادي تلقى راسها في واحد البيت اخر وشاده في يدها سيدي وتتشوف بزاف ديال الشاشات، وهاد الشاشات مربوطات بكاميرات اللي كيشدوا الدار كامله. وهنا غادي تشوف الوجه ديال واحد السيد اللي معاه في الدار، وغادي تشوف حتى التصرفات ديالها. وهنا غادي تحاول انها تخبى تحت واحد الناموسيه، ومن بعد غادي تشوف واحد الراجل داخل عندها وغادي تبغي تضرب واحد الجنويه ولكن ما غاديش تقدر عليه، وغادي تسخف المره الثالثه. وهنا فاش غادي تفيق غادي يقول لها انا ولد مول الدار، وغادي يقول لها شوفي سمحي لي بزاف الاب ديالي راه تعدى عليك وانا عارف هذا الشيء. وهي غتقول لي بان الاب ديالك قال لي في واحد الفيديو بان خصنا نطلع لواحد البيت الفوقاني. وهنا الابن غادي يضر راسو وغادي يطلع الفوق باش انه يشوف داك البيت ديالاش. مسخوط الوالدين تيسحب بان الاب ديالهم خلي ليه شي فلوس الفوق ولا شي حاجه في داك البيت، وغادي يطلع تيجري. وهنا معاه غيفتح الباب الشوط كان غادي يتفرق عليه الراس ديالو. اختنا في الله غادي تمشي تهز لي الساروت من الجيب ديالو والفلوس وغتركب على الطوموبيل وغادي تهرب. وفاش غادي تدوز مده شهر غادي تبيع الدار وغتعيش حياتها عادي. وفاش ولاو عندها الفلوس اختنا في الله ما بقاش يجي الهلوسه نهائيا باش تعرف بان الحزقه هي اللي كدير الهلوسه. وحتى لهنا كمل الفيديو. ما تنساوش الاخوان تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس، خليو بزاف ديال الكومونتير، خلي معكم واحد لايك وتهلاو. كان معكم بريف.